السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بفيديو جديد وجميل جدا، وكما عودناكم على الفيديو اللي فات. طبعا ده تكملة الفيديو، اللي فات، لأن الفيديو اللي فات أنا وصلت هنا بعد معاناة كبيرة جدا. لان الفيديو اللي فات كنت بصور من على الكورنيش، وقلت لكم ان انا في ميناء الدوحه. وطبعا وهوصل للفندق الكبير، المركبه MSC. طبعا قلنا هنوصل لها، ولكن كانت مركونه في اخر حاجه في المينا من ورا. ولكن لسه واصلين دلوقتي بعد ساعتين. طبعا مشينا كتير جدا، ومعاناة كبيرة جدا داخل المينا. ولكن كل شيء جميل، وكل شيء على ما يرام في داخل المينا. طبعا الأول هنصور لكم استاد 974، اللي هو استاد راس أبو عبود. موجود قدام المينا بالظبط على طول. وشوفنا طبعا الباخرة، المركبتين دول تبع الاتنين دول تبع بعض، يعني المركبتين دول تبع بعض. وطبعا المركبة الكبيرة دي الضخمة دي، طبعا اللي الدنيا كلها مقلوبة علشانها. طبعا جميلة جدا بصراحة. وزي ما انتم ما شايفين طبعا الفندق الجميل ده، ان شاء الله هنخش نصور من جوه. شايفين الجمال والعظمة، شايفين المينا، كل الأجواء موجودة داخل المينا. شايفين الكورنيش الجنب التاني، وبراج الدوحة، وبراج الكورنيش، وشيراتون، فندق شيراتون. طبعا قطر مميزة بالبراج دي. براج الدوحة طبعا حاجة جميلة جدا وفخمة. وان شاء الله احنا مكملين مع بعض، بإذن الله. وهنوصل ل المركب الجميل دوت. المركب طبعا احنا قلنا 32 دور. طبعا فيه فنادق والعاب، كل الالعاب الرياضيه موجوده داخل الفندق. المركب الجميل دوت الكبير الضخم، زي ما انتم شايفين، فعلا ضخم جدا. انا ما كنتش متوقع كده، ولكن زي ما انتم شايفين ان شاء الله هنخش جوه، وباذن الله هنشوف الاجواء عامله ايه. واحنا دلوقتي بنصور من بره هو، زي ما انتم شايفين، وان شاء الله هنشوف الاجواء من بره، من جوه ومن بره عامله ايه بالظبط. وهنصور لكم كل حاجه لحظه بلحظه. بس الواحد يعني تعب من كتر المشي. باذن الله نحاول بس نستغرق كده كام دقيقه الاول، لاني بصوا زي ما انتم ما شايفين الطريق طويل جدا. انا بقالي ساعه ونص ماشي من بدري علشان عشان خاطر لان العربيات ممنوعه، مش مسموح بيها، ولكن المسموح بالباصات بتاع مونديال كاس العالم حاليا دلوقتي اللي مسموح بيها. ولكن انا بقى حبيت اتمشى، لاني كنت صورت كذا فلوج وكذا فيديو بره. وشفت طبعا الاستاد راس ابو عبود، اللي هو 974، موجود برضو قدام المينا هناك. وشوف الجمال، شوفوا روعة الفندق بصراحة. حاجة جميلة جدا وفخمة جدا جدا. ده ولا أروع من كده، سبحان الله. يعني أنا مش مصدق إن عماير ماشية في وسط البحر. الله، حاجة جميلة يعني. روعة جدا الفندق ده. وإن شاء الله يكون لنا نصيب ونصوره من جوه ومن بره، لأني طبعا عامل ضجة جدا على السوشيال ميديا. الفندق الضخم اللي انت شايفه ده، وهم فندقين مش فندق واحد، مركبتين يعني، بس ده الأكبر من اللي جوه. طبعا ده في محلات وكافيهات وفي مولات جوه، وفي حمامات سباحة وألعاب رياضية، وكل ده في الفندق اللي انتوا شايفينه
داخل الفندق. بسم الله ما شاء الله. شايفين من جوه عامل ازاي؟ شايفين الروعة، شايفين الروعة والجمال الفندق من جوه. اهو ده سلم اللي انت شايفينه اللي هو عامل زي التعبان ده، سلم طالع فوق. شايفين البحر والجمال، شايفين المينا من بره، حاجة جميلة جدا. طريق طويل جدا طريق المينا ده، وطبعا ابراج الدوحة المميزة. مميزة جدا. وقطارة طبعا، قطارة قريبة جدا برضو، قطارة قريبة جدا. خلاص ان شاء الله احنا قربنا اهوت. ان شاء الله احنا خلاص قربنا نخش جوه باذن الله، وهنصور الاجواء من جوه باذن الله زي ما انتم ما شايفين كده. اجواء جميله جدا. قبل ما نروح انا شايف الاجواء جميله جدا. اواريو ما فيهاش. This the Bari. You can only pass. If you want to take a video or a picture, this side. ما في Not here. Yeah. This side. Please. Do not take pictures. No? Listen, خلاص. take a video or a picture, take from this side. From the other side, Take from this side. please. خلاص ان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني، لان طبعا هنا ممنوع، ممنوع طبعا زي ما انتم ما شايفين. ممنوع inside. ممنوع طبعا زي ما انتم ما شايفين اخش جوه للاسف. ولكن ان شاء الله هشوفكم برضو في فيديو تاني، وهحاول اخش باذن الله وهصور لكم هصور ان شاء الله الفيديو. اوكي اوكي حبيبي اوكي. خلاص يعني مش مسموح ان انا، يا خساره بعد التعب ده مش مسموح ان انا اخش جوه واصور طبعا الفندق. ولكن ان شاء الله همر ايه من الجنب التاني وهخش ده. هخش خلاص انا كده هنهي معاكم الفيديو ده، وان شاء الله هخش جوه باذن الله. خلاص ان شاء الله.